السلام عليكم مريضات ديالي، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. وما تنساونيش من الدعم ديالكم متواصل واشتراككم في القناه فضلا وليس امرا. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العجينه اللي ممكن نديروا بها كل شيء اللي طيح لكم على بالكم. ممكن نديروا بهذه العجينه. كندير الدقيق، السكر، واحد تقريبا واحد المعلقه ديال السكر والمليحه وخماره حمراء فقط. وهذا الشيء كنعجنوه بالماء بارد. هاد العجينه هذه كنشكلوا بها المسمن. وممكن نشكلوا بها البريوات، ممكن نشكلوا بها قلب الشكلاط، المحنشه هي اللي تشوفوا معايا دابا، البسيطلات، اي حاجه بغيتوها ممكن تشكلوا بها. اي حاجه كتجيب في الورقه، بالورقه هذه ممكن نديروا بهذه العجينه هذه. كما تشوفوني دابا كنخلط بالماء عادي من الروبيني. صافي كنديها ونجيبها، واللي ما فيها ما تعجن، غير تخلط الدقيق وتقطعو من الطحين، يعني ما يبقاش فيه الطحين كيضوغ، وتحشيه في واحد البلاستيكه ولا في شي علبه بالمغطايه وصافي وتخليه. كتلقاه عجن راسو براسو، كتولي تديه وتجيبو كتلقاه عجن راسو براسو. هنا من بعد ما عجنتو وساليت، يعني نديه ونجيبو في يدي، يعني ما كنعطيش واحد المجهود كثير. صافي كندير تقريبا واحد المعلقه الزيت الروميه كندهنها وصافي، وغنغطيها وغنخليها ترتاح. هاد العجينه هادي واخا تجلس لكم في الثلاجه من تحت حتى ل4 ايام ما كيوقع لها حتى حاجه، كتبقى على مستقدها. دابا ان شاء الله غندير معكم واحد المحنشه اللي غنعمرها بالكفته والفيرميسيل كما كتشوفوا. خلاص انا كنوريكم ندير حتى الملاوي ديال البصله والمعدنوس اللي كيجيو من ألذ واروع ما يكون، كيجيو لذاذ وبنان. دابا ان شاء الله غندير داك البصيله، غنزيد عليها واحد شويه ديال الزيت، الفلفل الاسود والمليحه، وغنرجعها تشحر مزيان حتى تذوب ليا داك البصيله. هانتوما كما كتوضح الصوره. من بعد ما غدوب ليا داك البصيله والمليحه، خلاص كنديرو الحد في القد. والبزار والملحه كيعطيو واحد البنه سبحان الله. البصله فريده من نوعها، يعني دائما شحروا في البصله يعني شحروها بشويه البزار والمليحه والزيت، دغيا كتذوب وفي نفس الوقت كتعطي واحد الطعم اللي هو زوين الصراحه الله. هنا غندير الكفته. دائما كما كنقول لكم انا كفته كنديرها في الفريغو على هذا الشكل هذا، باش فيما كنحتاجها دغيا كتكونجلا. عندي 10 دقائق كتكون صافي طلقت الكفته ديالي وما كتديش معايا من المسافه في الفريغو. صافي كندير هذيك البصيله كتطلق لي، كنفرتتها مزيان بواحد السباتيلا، وكنزيد عليها المعدنوس وكنزيد عليها الهريسه اللي فيها، لان الهريسه كنطحنها بشويه ديال الثومه وخلاص شويه د الحامض المصير. دائما كنكون عندي انا في الهريسه كنديرهم، يعني ملي كنبغي نطحن الهريسه كنديرهم فيها. في التوابل كندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاحمر، وشويه د الكمون، الراس د الكمون يد المعلقه، والقزبر يابس، واللي كيعطي طعم رائع لهاد الحشو كنديرو الراس المعلقه د القرفه. جربوها، راس المعلقه د القرفه كيغير، يعني كيعطيك واحد المذاق اللي هو رائع. تما بينت لكم داك اللقطه بانني ناضه الشيشه غنطيبها بالعشوب، لان مكناش نستغناو عليها، كتجي زوينه. وصافي وانا يعني كنوريكم انا باش كنورق. دائما كنورق بهاد الزبده اطلس، غير طريف منها كنديرو في الزيت. صدقوني كيعطي داك التقرميشه المسمن، وكتعجبوا لنا مورق من داك الشيء، يعني كتعطي الفرق. غير طريف كتنفع الصراحه هاد الزبده اطلس ديال التوريق. هنا كنوريكم بانني صافي شكلت الكويرات ديالي اللي غندير في المحنشه. 4 الكويرات المحنشه، 4 الكويرات الملاوي معمرين، وهادوك 8 ديال ملاوي مسمن عادي، يعني مسمن ديال المقله الثقيله. كندير انا وحده في قلب وحده، يعني يعطيوني 4 ديال المسمنات صغارين. صافي هنا راه دوب الزبده درتها في الزويته. هانتوما هاد الربع 8 غندير وحده في قلب من وحده. ضروري كنفرق بالزيت والزبده والدقيق اللي انا دايره فيه خماره حمراء وشويه د الفينو. انا الدقيق كنخلط فيه خماره حمراء باش ملي تبارك الله كيبدا يطيب كيتنفخ، يعني كيتعزل داك الورقه على الورقه.
هنا دابا نشكل المحنشه ديالي، الحريبلات ديال المحنشه. كندير خلاص كما كنقولوا الحشو ديالي كنفرقو على 4 ديال الحريبلات، عندي 4 ديال الكويرات. صافي هنا كنشكل الحربول ديالي وكنخليه يرتاح، يعني ما تشكلوش داك الساعات، خليوه يرتاح باش يعطيكم الطول. عاوتاني كذلك كنبقى هكذا حتى غنكمل داك الحريبلات ديالي. وخلاص كنطوي داك الورقه ديال الورقه كنطويها على جوج فين غندير الحشو. وكندير شويه ديال ما بين داك الورقه والورقه كندير شويه ديال الخليط ديال الزبده والزيت. هانتوما كما توضح الصوره. صافي يعني ساهلين، ما كيديوش معايا وقت كتير، ودغيا دغيا يعني مسربين يعني، وكيجيو هماويين وكيعطيونا الصراحه داك الشكل المختلف ديال المعتاد. هنا بغينا نشكلو وحده كبيره كنشكلوها، بغيناهم نشكلوهم فرديا كنشكلوهم، شتي ملي كنخليهم يرتاحوا كيعطيونا الطوع. دابا هنا في التشكال ديال محنشه كبيره، يعني التالي ديال الحربول اللي لويته غنلاقيه مع الاول ديال الحربول اللي غنلويه على المحنشه ديالي. يعني هنا راه ما باينش بزاف، ولكن في الحربول الاخراني غادي تبان لكم، توضح لكم الصوره. هانتوما دابا كنخلي هذاك الخر ديال الحربول باش غنحشي فيه الاول ديال الحربول. هانتوما شفتوا بحال نقولوا كتحشي جعبه في قلب جعبه. هانتوما باش كتجيني بحال داك الحنيش داير كامل، فهمتوني؟ كتجيني ما كتجيش بان راه كاين الفرق، كيجي داك الحربول داير كامل. داكشي اللي بقى ليا من الحربول في اخر المطاف كنديرو من تحت العجينه كما تشوفوا دابا. خلاص زيت واحد شويه ديال الزبده والزيت من داك الزلافه وصافي، وكنطلق به. كنحاول على المحنشه ديالي غير بتويولاتي بشويه باش ما كتطرطق ما والو. هنا خلطت واحد البيضه مع شويه ديال الصوص صوجا، ودهنت المحنشه ديالي. غنزينها بالزنجلان بيض كما تشوفوا، الزنجلان بيض. ومن بعد تزين بالزنجان بيض غنزيد هذاك البافو اللي كيعطيه عاوتاني داك اللوين. يا سلام كيعطيه داك، لان حتى العين كتاكل ملي كنشكلوا داك الحاجه بواحد الذوق، يعني حتى العين ديالنا كتاكل، يعني كتحسي براسك بانك كتشوفي شي حاجه كتعجبك. هانتوما داك اللوينات جاو يا سلام فيها. وغنرجع الطيب. خلاص كنكون مسخنه الفران مزيان، كنردها على نار مهيله حتى كنحس بها شدات ليا فراسها مزيان. عاد كنجهد الفران باش عاوتاني تعطيني داك التقرميشه. صافي دابا كنشكل المسمن ديالي عادي ديال المقله الثقيله ان شاء الله بحول الله. صافي كندير الزبده والزيت وصافي كندير داك الدقيق اللي عندنا فيه خماره حمراء. صافي كنشكل المسمنات ديالي حتى كنكملهم بربعه، دابا عاوتاني جيت ندير معكم المسمن ديال البصله والمعدنوس. هذا البصله والمعدنوس كندير غير البصله والمعدنوس والهريسه قزبر يابس وشويه ديال الكمون فقط. وخلاص كنشحر البصله ديالي بشويه د البزر وشويه د الملح وزويته فقط. صدقوني الا جربتهم عمركم ما بقيتو تخلاو عليهم، دائما غتبقاو ديروهم وتعاودوهم لان كيجيو رائعين في المذاق وزوينين. دابا صافي ان شاء الله غندير عاوتاني داك المسمنه اللي طلقتها ودرت في قلب منها الحشو، غنولي نديرها في قلب مسمنه واحده اخرى باش واخا نقرصها ما كتخرج لي منها لا حشو ولا حتى حاجه وكتجيني مورقه. ضروري في هذه ضروري كنديروا الزبده والزيت وداك الدقيق اللي انا دايره فيه خماره حمراء. هانتوما صافي كنكملهم كاملين وبسرعه كيطيبوا وبسرعه كيوجدوا. ما هادشي كامل والله القسم اللي درتو في ساعه ونص ما بين العجينه وهادشي كامل في ساعه ونص. صافي هنا راه خبزت المسمن ديالي، شو كي جاي مقرمش ومورق على حقه وطريقه. هنايا المسمنه ديالي ديال البصله والمعدنوس طابت. هنا ضروري نديروا هاد العمليه هذه باش تعزل ليا الورقه على اختها، باش ملي كنقطعوا داك المسمن ديالنا كنلقاوه مورق من الداخل على حقه وطريقه. ما نقولكمش الا جربتوهم عمركم بقيتوا تستغناو عليهم. صافي عاودت المسمنه الثانيه، وضروري كنبقاو نديروا هاد الحركه هذه كندوروا بيدينا باش كياخذوا داك التحميره كامله
شوفوا كي جاو ما نقولكمش والله دابا انا راه يعني صايمه كندير المونتاج ما كرهتش كانوا محطوطين قدامي. صافي طبيلتي هي هادي بريري داتاي المسمن اللي وجدت معاكم مسمن معمر المحنشه ديالي شويه تسلو تميرات الشباكيه والتشيشه اللي طيبت بالعشو. الله يدومها نعمه يا ربي ويحفظها من الزوال ويرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه والكفاف والعفاف ان شاء الله. بالنسبه للعصير انا دائما نقولها ونعاودها ما كنديروش، كندير غير الماء والحامض لان لقينا راحتنا في العصير ما كنديروش لان كناكلو مزيان وبخير. يعني حتى الزوج ديالي وليداتي كيمشيو يصليو كيصليو مقادين مزيان. بالنسبه لهنا غندير معكم واحد الطويجين اللي تا هو كيجي خفيف وبنين، صدقوني الا قلت لكم بنين كيجي بنين. الطاجين كيجي على حقه وطريقه. عندي الدجاج على حسب المستطاع ديال كل واحد. كنقطع عليه كنشلض عليه واحد البصيله رقيقه وكنشلض عليه واحد 3 سنيفات ديال الثومه. وعندي هنايا القزبور اللي مقطع وخلاص الحامض المصير وراكم عارفين. في التوابل عندي سكينجبير قزبر يابس فلفل الاسود والخرقوم فقط. بالنسبه غندير دابا الزيت. انا الملحه ما غنديرهاش راكم نتوما كيبقى لكم الملحه على حسب الاختيار. راكم عارفين غاسله الدجاج بالملحه ودايره تبارك الله شويه كتير ما غيملح القضيه تولي مجغده ماشي غير مالحه. صافي غنرجعوا ان شاء الله من فوق البوطه. رجعتهم فوق البوطه غنشحروا غير في شويه ديال البزار وداك الزويته حتى يطلق ليا الدجاج ليدام ديالو ويطلق الماء. ضروري داك الطريف المصير كنقطع منه طريف كنخليه يتشحر مع الدجاج اللي كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين. وكما قلت لكم الملحه كتبقى على حسب الرغبه لان انا عندي الحامض عن المصير عندي فيه المليحه. الدجاج ملح يعني ما نزيدش. هانتوما طلق ليا الماء ديالو كما كتشوفوا كنخليه يتمر يتعسل في داك البصيله والابزار. الا درتو الطاجين بهذه الطريقه كما قلت لكم ما تبقاوش تستغناو كيجي بنين وزوين لا بالنسبه للحيمات ولا بالنسبه للدجاج. دابا ملي تقلى ليا الطاجين ديالي عاد غندير داك باقي التوابل القزبر يابس شويه السكينجبير والخرقوم دابا ونلبسو بداك الدجاج ديالي نبقى نحرك حتى يتلبس الدجاج ديالي كامل بداك العطريه. هنا درت خيزو صدقوني هاد الطويجين كيجيب خيزو غزال والله العظيم وبنين وخفيف الصراحه واخا تاكليه حتى مع السحور ما كيدير لك والو. صافي كنبقى نقاد في داك الخيزو ديالي حتى كيشرب ليا داك التوابل كامله. صافي كنقادو كندير عليه داك الطريق الحامض المصير وكنغطيه ما كنزيد عليه لا ما لا والو. ملي كيطيب كنزينو بالزويتينات حمرين بصحتنا وراحتنا وبصحتكم حتى نتوما. كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما نكون خفيفه على القلوب ديالكم ولا فيديو ديالي تكون نالت الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش من اللايك ديالكم ودعمكم متواصل. احبكم في الله وفي امان.